السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل برضو مع بعض بطاطا للمرة الثالثة. انا عملت هنا معاكم على القناة البطاطا مرتين قبل كده، بس عملتها مرة بالكيس الحراري، وعملتها لكم مرة بالكنافة والمهلبية. النهاردة بقى هعملها لكم مسلوقة بس بطريقة جديدة شوية غير الطريقة التقليدية اللي انتوا بتسلقوها بيها. هنسلق البطاطا دي بأقل كمية مية ممكن تتخيليها، يعني ممكن نص كوباية مية هتسلق البطاطا وهتديكي قوام زي الزبدة كده، ليها جميل جدا وطري. هنا انا غسلت البطاطا كويس وكنت نقعاها في مية نظيفة بعد ما غسلتها وطلعتها. بقى بعد كده جبت حلة ناشفة خالص ما فيهاش ولا نقطة مية، وهبدأ ان انا اطلع البطاطا من المية للحلة. طبعا الخطوة دي مهمة في ان انتي ما تصفيش البطاطا. انا عايزة البطاطا تكون مبلولة علشان انا مش هحط لها مية، وممكن لو حطيت احط حبة مية صغيرين مقدار حوالي كوباية صغيرة قوي او نص كوباية، وهعتمد ان هي هتنزل المية اللي فيها دي كلها تلقائي. فاحنا هنا غسلنا البطاطا زي ما انتم شايفين. طبعا البطاطا انا غسلها بالليفة، انا جايبة ليفة مخصوصة لغسيل البطاطا او البطاطس. فهنا بقى انا غسلتها وكنت نقعها في ميه نظيفه زي ما قلت لكم. هجيب هنا بقى حله واحط بقى البطاطا فيها، وهرش شويه سكر عليهم. طبعا ده سكر على قرفه، انا اصلا كنت حطاه، وهنا زودت شويه قرفه كمان. انا بحب القرفه بصراحه في البطاطا قوي، يعني بالذات بتديها نكهه حلوه قوي. كمان فضيت كيس فانيليا، وهبدأ بقى ان انا احط مقدار حبة مية صغيرين قوي، مش هحط مية كتير. بص دي كوباية صغيرة، يعني مش كوباية كبيرة. هبدأ بقى ان انا احط بقى الكوباية دي، وهكتم بقى على البطاطا وهحطها على النار. حابة انتي تكتميها بورقة كراسة، بس تكون ورقة نظيفة بيضة ما يكونش مكتوب فيها ورق جرايد، لأ ماشي. انا عموما مش هكتمها، انا هسيبها كده. هنا بقى كانت بدأت ان البطاطا هنا معايا تستوي وتدخل في السوا. هبدأ بقى ان انا اسيبها شوية كمان. هنا انا كنت شفتها لقيتها لسه. هنا بقى خلاص، عايزة اقول لكم البطاطا دي ما كملتش ساعة على النار. اهم حاجة هدي عليها البوتاجاز. طبعا كوباية المية اللي انا حطيتها مع المية اللي كانت في البطاطا كل ده نزل وادتني بقى القوام ده. بصوا طرية خالص ازاي، وصفرة بقى خالص من جوه، وطعمها حلو قوي. طبعا معاكي بقى من بره هتلاقيها بقى مسكرة طبعا عشان السكر اللي حطيناه. الى جانب طبعا القرفة هتديها طعم ونكهة حلوة قوي. ودي طريقة جديدة من طرق البطاطا، انا حابة اي طريقة اعملها معاكم اوريها لكم. وشكرا لكم.